ازاي نرسم عائلة فوانيس؟ اول حاجة برسم الفانوس الاب، وبرسم الفانوس بطريقتي العادية جدا اللي هو ادي العلاقة بتاعته من فوق. بس برسم بقى الاب او الراجل يكون عريض، يكون ملامحه جادة اكتر، يكون في ملامح ذكورية زي ما اتكلمنا قبل كده ازاي بتفرق ما بين الملامح الذكورية والملامح الانثوية لو انت بترسم جمادات زي دي. ادي جسم الفانوس وادي القاعدة بتاعت الفانوس، بس انا عايز اظبط اكتر. وادي الملامح، ادي مثلا الحواجب التخينة، الملامح الذكورية، مناخيره، ابتسامة كده هادية، وممكن نعمل له شنب كمان، نديله بس تجاعدتين كده عشان نبين برضو ان هو راجل كبير. في بقى عندي الام او الفانوسه الام، فهيكون بقى مش عريضه او كبيره زي دي، لا هتكون حاجه ارق شويه. فهعمل نخليها هيبقى فيها هنا اولادهم، فيبقوا تبقى مثلا كده، فيها بقى مش خطوط مستقيمات وحاجات كده، لا يبقى فيه رق بقى في الموضوع، فهتبقى كلها منحنيات. والملامح الأنثوية مش بقى ملامح ذكورية، يبقى مثلا الحواجب خط واحد كده، العينين واسعة، الرموش الطويلة، نن العين الواسع اللي بيدي أنوثة للموضوع، المناخير الصغيرة والبق كمان الصغير، أو الابتسامة الهادية البناتي، ممكن بقى تعمل لها أحمر خدود كده مثلا. مهم جدا وانت بترسم الملامح الأنثوية دي أو الملامح اللي هي الستاتي، لازم ما تعيدش على على الملامح تاني. ممكن بس اخلي العين كحيلة أكتر، أو العين تكون غامقة أكتر، بحيث يبان ان في رموش او كده. وسحبة العين كمان تبان ان هي حاجة مؤنث، من غير ما ارسم لا شعر ولا ارسم اي مميزات الست عن الراجل. طيب تعالى بقى لابنهم الصغير، فهعمل هعمله بقى مقلبص شوية. الفانوس بقى ابنهم، ملامح بقى كلها تدويرات كده وعينين واسعة، والمناخير الصغيرة اللي مقلبصة كده صغيرة، والبق الصغير. دي أسرة فوانيس بسيطة، الأب الأم الابن. تعالى بقى نعمل لهم زينة رمضان من ورا، بحيث ان احنا برضو نبين الجو الرمضاني. زينة رمضان عبارة عن قوس، وبعلق له بقى الشراشيب اللي هي الزينة دي. تعملها بأي شكل، ممكن تعملها شكل مثلث زي كده مثلا، بس وانت بترسمها بتتخيل انها متعلقة في الحبل ده. وبس كده.